بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم، تعهدت الدائرة الجنائية الخامسة المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقضية عدد 30523 المتعلقة باغتيال المحامي الأستاذ شكري بالعيد، والمتهم فيها 23 متهما، 14 منهم بحالة إيقاف و9 بحالة سراح. بعد استكمال مختلف الأبحاث والاستقراءات في ملف القضية من طرف المحكمة، تم بجلسة يوم 6 فبراير 2024 مباشرة استنطاق المتهمين، ثم وبجلسة يوم 15 مارس 2024 وبعد إتمام عملية الاستنطاق من طرف المحكمة، تم الاستماع لمرافعات محامي القائمين بالحق الشخصي. وبجلسة 19 مارس تم الاستماع لمرافعة النيابة العمومية ومرافعات محامي المتهمين، والتي امتدت لجلسة يوم 22 من ذات الشهر. وبجلسة اليوم الموافق ل 26 مارس 2024 تم إعذار المتهمين، وذلك بتلقي طلباتهم الأخيرة، ثم قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة. تجدر الإشارة هنا إلى كون المفاوضة القانونية في قضية الحال استغرقت من المحكمة عدة ساعات منذ حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم، وهو ولئن كان أمرا طبيعيا ومعلوما بالنسبة للقضايا الجنائية عموما، فإنه في قضية الحال اقتضته علاوة على ذلك طبيعة وحجم الملف وما احتواه من معطيات ومتهمين. وعليه وبعد انتهاء المفاوضة القانونية والتصريح بالحكم، نقدم لكم في هذه النقطة الإعلامية ملخصا له على النحو الآتي تفصيل بيانه. حيث قضت المحكمة حضوريا في حق جملة المتهمين عدا 3 منهم فمعتبرا حضوريا في حقهم، وذلك بالإعدام في حق 4 متهمين، كالسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين، كتسليط عقوبة سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين 2 و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة بصفة منفردة، وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل، كالقضاء بعدم سماع الدعوة لاتصال القضاء في حق 5 متهمين باعتبار وأنه تم تتبعهم من أجل نفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى. كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام. في ختام هذه النقطة الإعلامية، يتجه التنويه بالمجهود المبذول من طرف السيدات والسادة قضاة الدائرة الجنائية المختصة من أجل تحقيق العدالة وإعلاء كلمة الحق، والذي تجسد من خلال تتالي جلسات المحاكمة بمعدل 2 جلسات كل أسبوع لساعات متأخرة، إضافة إلى دور كتابة وحجابة المحكمة والسادة المحامين والسادة أعوان الأمن والسادة أعوان السجون والإصلاح، وتحليهم بالمهنية المطلوبة ضمانا لمحاكمة عادلة وحسن سير القضية. كما لا يفوتنا التنويه بدور التلفزة الوطنية في توثيق جلسات استنطاق المتهمين ومختلف المرافعات حفظا للذاكرة الوطنية، والتي سيتم بثها لاحقا، إضافة
إلى السادة الصحفيين ممثلي مختلف وسائل الإعلام الذين واكبوا أطوار المحاكمة وكانوا متفهمين لخصوصية الجلسات وطاقة استيعاب قاعة المحكمة، وكانوا دائما في الموعد لتغطية مجريات القضية ومواكبة هذا الحدث الوطني الهام في سبيل تحقيق عدالة ناجزة وكشف الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.